أرض ممجدة عند الأعايين، رجالها قادة شم العرانين. أرض مملئة بالعسل واللبن، نيطت بها جوهرات في حلى الدين، فهي لأبهر ممزوج به مسك، عنها لقد بعدت كل المجانين. لا الجول فيها ولا ما ينزفون بها، مملوءة بمليح من رياحين. لكنها اليوم يا قومي، لكن اليوم يا صاحي، لكن اليوم يا قومي مبدلة، ولا تطيب لكل من مساقين. حكامها بمياه الظلم قد بشلوا، والعدل صار يتيما في السلاطين. لنا الرياسة لكن أين عزتها؟ لنا الرياسة لكن أين عزتها؟ إذ ضيعوها وباعوا بالفساطين. جاروا ذيول صياب الفخر بينهم، جاروا ذيول صياب الفخر بينهم، جاليتهم رفضوا خلق الملاجين. صار اقتطاف شعار يلبس أمما، والقتل يصبح حلا من بني الطين. يبكي الكبير وما للطفل من طرب، يبكي الكبير وما للطفل من طرب، لا صفو بين الشمال والميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة شاعر، ذكرت لا الأمن مرجو ولا الإفساد منخفض في البيت الرابع قبل الأخير في صف الرابع قبل الأخير في صفحة الأولى. نعم. الأمر لا الأمن مرجو ولا الإفساد منخفض. بين مرادك. يعني لا الأمن مرجو في هذه الأرض. مرجو. نعم. طيب، ما المراد في البيت الثاني قبل الأخير في صفحة الأخيرة؟ سوى المدبر أمر الخلق كلهم. يعني ما موقع هذا الصد موقعا نحويا؟ يعني سوى المدبر أمر الخلق كلهم. نعم. سوى المعروف لدينا جميعا هو أن أنا لا أسألك عن كلمة سوى، لكن أمر المدبر. نعم. يعني الله هو المدبر أمر يعني الخالق. نعم. أعرب هذه الجملة. موقف أمر. نعم. يعني أمر هناك مفعول به وهو أيضا مضاف. فأين الفاعل؟ المدبر هو الفاعل، الله هو الفاعل، وهو مجرور. نعم، مجرورا لفظا ومرفوعا محلا. هذا إعراب جديد من عندك. لا، هل المدبر والفاعل أو الضمير المستتر؟ الضمير المستتر يعني هو، يعني الله. أوكي. نعم. لا ضيق. قلت كأننا والهموم إخوة. نعم. نعم، ذلك صحيح. نعم. والمدبر أمر صحيح، لكنك ما أتيت بالإعراب على وجه الصواب. مفهوم؟ أوكي. نعم. ساعدني بذلك. المدبر فهو اسم الفاعل يعمل عمل فعله هكذا. نعم. وأمره هو مفعول به، لكن الفاعل في ذلك وماذا؟
الفاعل هناك مستتر. لا مستتر، المدبر ونفسه هو الفاعل، لكن الفاعل لكن في ذكرت المدبر ذلك من قبل. لا. ذكرت ذلك. اسكت أولا. أوكي. الفاعل في المدبر هو ضمير مستتر، أما المدبر فهو الفاعل. أوكي. لذلك ما أنت على اليقين. أوكي. نعم. حياكم الله. كأننا والهموم عفوا يا شيخ أوغانيجا، نمشي. كأننا والهموم إخوة. نعم. والواو ماذا؟ كأننا يعني واو العطف. واو العطف. نعم. إذن نعم. كأننا والهموم أو نعم. كأننا نعم. والهموم. والهموم نعم، إذا كان الواو. ولو قلت كأننا والهموم وأنت على الصواب أيضا. والواو واو الاستنافية، ما شاء الله. لكن الاستناف اللي يأتي قبل تمام الجملة، ما أظن ذلك. إذن فأنت على الخطأ. أخيرا عفوا، فالسلع قال وأموال الركائب قد صارت بمفرطة. الباء صارت بمفرطة، يعني باء الزايدة فقط. زائدة. نعم. لإيش؟ بأي قاعدة؟ لأجل القافية. بارك الله فيك. آمين يا الله. شكرا يا شاعر. فقط سؤال واحد فقط. البيت الثاني أرض، اقرأ. أرض ممجدة. مملئة. أرض مملئة بالعسل. ما معنى عسل؟ العسل أصل. رأيت؟ عسل ليس عسل. لكن لأجل الإتمام. ليس ما يسمى ذلك في العروض. لا، هذا خطأ. على عزل ليس عسل. عزل. حاول أن تطبق الوزن، ليس من الضرورية. لا 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 يستقيم، لا يستقيم الوزن هكذا. تختار لفظ آخر يناسب هذا المكان. أما اعتمادك على ضرورة الشريعة ليس من ضرورة الشريعة، هذا خطأ. أنت اكتب كما يكتب العرب. أنت تعتمد على تسكين المتحرك؟ لا، على عزل ليس على عزل، وغير المعنى. فهمت؟ هذا نكتب بهذا. يكفي. الحمد لله. ما عندك شيخنا؟ نعم، إلى حضرتي الآن مركز نور الحكمة السيد عبد السلام عبد اللطيف أمالابي ليركب المنصة. النص بعنوان نيجيريا إلى أين؟